ساجد won't mind if I use his phone. أنا معايا جملتين. ساجد won't mind و if I use his phone. أعمل السؤال المزيل على إيه؟ الجملة اللي بعد if اسمها dependent clause، يعني جملة مش جاية لوحدها، معتمدة على رابط. يبقى إذا ما بنخرجش السؤال المزيل منها، اللي هي الجملة اللي جاية بعد رابط، اللي هي ما تديش معنى لوحدها. يبقى نبني السؤال المزيل على الجملة الأولى ساجد won't mind. وبما إن السؤال المزيل المنفي بنثبته والمثبت بننفيه، يبقى إحنا هنقول will he. وطبعا هتسأل إحنا ليه مش هنقول will ساجد؟ لأن الفاعل في الكويستشن تاج لازم يكون ضمير، يبقى will he. He seldom sees his relatives. الجملة ديت منفية. طب أنا عرفت إزاي إنها منفية؟ من كلمة seldom. seldom معناها نادرا، وأي كلمة معناها نادرا تعطي معنى النفي، زي seldom، rarely، barely، hardly. وبما إنها منفية فهنقوم إحنا نثبت. مفيش فعل مساعد نسأل بيه أهو. الفعل سي عليه اس، يبقى ناخد does اللي عليها اس. طب لو كانت so يبقى ناخد did. طب لو كانت سي بس يبقى ناخد do. يبقى لو مفيش فعل مساعد بنجيب do أو does أو did. يبقى he seldom sees تكون إيه؟ شاطر، تكون does he. Mona knows that her father is in the hospital. نمشي بقى ورا Mona knows ولا نمشي ورا her father is in the hospital؟ Mona knows. ليه؟ لأن that her father is in the hospital ديت اسمها dependent clause، يعني جملة معتمدة على جملة تانية. فلو أنت قلت that her father is in the hospital مش هتدي معنى لوحدها. يبقى احنا بنبني السؤال المزيل على الكلوز الأساسي، على الجملة الأساسية، على الجملة اللي بتدي المعنى. فتكون doesn't she. There is little we can do. في ملحوظة بتقول إن little و few بيدوا معنى النفي، لأن هما الاتنين معناهم قليل ومش مكفي. إنما a little و a few فبيعطوا معنى الإثبات، لأن معناهم قليل ومكفي. بما إن الجملة كده منفية لوجود little، يبقى نقوم إحنا نثبت. نقول بقى is ولا isn't؟ لا نقول is. طب الفعل أجيبه منين؟ لو فعل الجملة كان there بناخده تاني، تبقى is there. I think he's from India. هنا يجي سؤال، أمشي ورا I think ولا أمشي ورا he's from India؟ لو جملة الرأي اللي بيعطي الرأي I أو we ما بنمشيش عليها. لو جملة الرأي I أو we ما بنمشيش عليها، يعني I think، I believe، we think، we believe ما بنبنيش السؤال مزيل عليهم. يبقى نخش على الجملة التانية he's from India، فكون isn't he. You were disappointed when you failed. معنا جملتين you were ومعنا when you failed. أيوة بالظبط كده. when you failed ده dependent clause، يعني جملة معتمدة على جملة قبلها، فما بنعملش السؤال مزيل منها. يبقى you were disappointed تصبح weren't you. Nobody read the news. يا ترى read هنا مضارع ولا ماضي؟ لو كانت مضارع كانت أخدت اس، يبقى إذن هي ماضي، فعل المساعد did. طب nobody أي كلمة فيها one أو body، nobody، no one، somebody، someone، everybody، everyone، دول كلهم ضميرهم جمع، يبقى did they. طب أنا ما نفيتش ليه؟ عشان هي أصلا منفية nobody، فهم أنا إيه؟ أثبت. they have a farm. هم عندهم مزرعة. في ملحوظة بقى على have أو has أو had. لو have أو has أو had معناهم يمتلك، يبقى ينفع تبني بيهم السؤال المزيل أو تفكر في do أو does أو did. يعني الجملة ديت they have a farm تبقى haven't they صح، don't they صح. بصراحة يا أستاذ أنا ما فهمتش ولا كلمة. أنا إيه اللي كان دخلني ثانوية عامة؟